السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في قناة ام راسيم هاوس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا تاع نهار اليوم خياتي هي كغاتة باذنجان اللي بنين معسل واش نقول عليه ما نوفيلوش حقه، كغاتة مشخشخ مفرمج على الاخر. هيا بينا صحاباتي نروحوا نشوفوا الوصفة وطريقة تحضيرها. المهم خياتي عندنا زوج حبيبات باذنجان اللي كنا قطعناهم الى مربعات صغيره، وزوج حبات بطاطا ايضا قطعوهم الى مربعات صغيره ايضا نقليوهم. من جهه واحده اخرى خياتي كان عندنا الدجاج صدر الدجاج خياتي اللي كنا نقيناه وغسلناه مليح مليح وقطعناه الى مكعبات صغيره. هنا عندنا حبيبه بصل تكون لابس بيها كبيرة، نقطعوها إلى مربعات صغيرة بهذا الحجم هكذا خياتي. ومن جهة واحدة أخرى نروح نديرو شوية زيت في المقيلة تاعنا، ونزيدو عليها هذاك البولي آشي اللي كنا آشيناه في الأشواغ، نقلوه شوية نخلوه يتقلى شوية، نضيفو عليه حبة بصل اللي كنا قطعناها مع هكا شوية ولا كمشة تاع معدنوس، نخلطوهم مليح مليح ونخلوهم يتقلاو. خياتي سر الماكله البنينه هي تقليه، خلوها تقلى في عقلها، ما تزربولهاش النار خياتي. هنا خياتي نجو نديرو التوابل اللي هي مغرف صغيره تاع فلفل الكحل، نزيدو عليها مغرف كبيره تاع بابريكا ولا الفلفل العكري، فلفل الحلو الاحمر، نزيدو عليها خياتي شويه توابل الماريني. انا هنا خياتي درت توابل ماريني، لما كانش عندك تاع ماريني عادي تقدري ديري توابل الدجاج، تقدري ديري جامبو، تقدري ديري واش حبيتي، المهم توابل تكون خاصه بالدجاج واللحوم. هنا خياتي نزيد عليها رشه تكون لاباس بيها تاع كركم، ورشه صغيره تاع الملح، وشويه كمون خياتي. على راس المغرف كمون، ما تكثروش بزاف الكمون باسكو يهرب الجو تاعها هكذا خياتي. ونخلطوا مليح مليح نقوموا بالخلط الجيد باش المكونات تاعنا اللي راهم عندنا هنايا كامل يمتزجوا مع بعضهم هكذا خياتي. نخلطوا مليح وما تزربولهاش النار، على نار مهيله خياتي. خلطوا مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات مع بعضهم هكذا خياتي. نخلطهم مليح من بعد نزيدو عليها خياتي نزيدو عليها زوج ورقات تاع رند اللي كنا غسلناهم في الماء مليح ونخلطو خياتي. ونزيدو نجيبو نص كاس تاع ماء اللي ماء عادي من الحنفيه خياتي، ونمرقو ما نمرقوش شويه برك، ما نكثروش الماء خياتي، ما تكثروش هنايا الماء، ونغطوها ونخلو البولي اشي تاعنا يطيب على نار مهيله هكذا خياتي، ونخلوه يطيب. نجوزو خياتي نشوفو كيفاش نديرو الكغاته تاعنا في البلا ديالها. هنا خياتي كنت خدمت لا بيشاميل اللي كامل تعرفوا تخدموها، كامل ما كاش ما يعرفش لا بيشاميل اللي فيها مغرف كبيره زبده. كي تذوب الزبده نزيدو عليها الفارينه، من بعد نخلطهم مليح من بعد نزيدو الحليب ونزيدو الجبن. هنا خياتي كنا فرشنا طبقه رقيقه من لا بيشاميل، زيدنا عليها البطاطا اللي كنا قليناها خياتي. نزيدو عليها الباذنجان اللي قليناه بالقشور ديالو خياتي، ما تنحولوش القشور هكذا. ودرناه في بابي ابسوربون باش ينحي لنا كامل هذوك الزيوت. نعرفوا كامل بلي الباذنجان يشرب كميه لاباس بها من الزيت هكذا خياتي. ونسقموا كامل المكونات تاعنا في البلا هكذا. نخلطوا البطاطا مع الباذنجان خياتي، نزيدوا عليهم رشه ولا مغرفه هكا صغيره تاع لا بيشاميل باش ما تجيناش هذه الكغاته ناشفه هكذا خياتي. نديروا رشه من لا بيشاميل، نزيدوا فوقها البولي اشي اللي كنا طيبناه وخلينا فيه شويه من لاصوص ماشي بزاف،
هكذا خياتي نفرغو كامل فوقو ونفرشوه، نسوو السطح تاعو هكذا خياتي، نسوو السطح تاعو باش تجينا الوصفه شابه، الوجه تاعها يجينا شباب خياتي. هكذا نزيدو عليه خياتي رشه من البيشاميل، رشه غير خفيفه ما تكثروش، غير خفيفه، رشه غير خفيفه خياتي. ونضيفو ايضا نضيفو ايضا الجبن المبشور خياتي. نستعمل جبن عادي، ما استعملتش الشيدر ولا استعملت هذاك فيت في اللي يجي الغلاف تاعو احمر. هذه هي خياتي، درت كميه لاباس بها من الفرماج. نزيدو خياتي لا بيشاميل اللي تبقات لنا نديروها في الوجه تاع البلا تاعنا. هكذا خياتي نديرو في البلا في الوجه تاع البلا ديالنا. هكذا نديرو كلش، ما خلو حتى حاجه حنايا بالطبع. خياتي ونجو نسوو السطح تاعها، نديروه في الفرن اللي كنا سخناه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونغلقوا عليه. كي نشوفوه من تحت بدا يبقبق نشعلو له من الفوق خياتي. وها هو الكراطة تاعنا جاهز معكم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، والى الملتقى ان شاء الله.